السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في القناه ديالنا مع فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم وصفه جديده، فيديو جديد اللي هو لي شوسون معمرين هكا بواحد الحشوه اللي من ألذ ما يكون بالكفته. فراه كتجي سهله بزاف، وصفه في دقائق، ما غاديش تعذبكم حتى شي حاجه، بعجينه بدون دلك. غتحصلوا على واحد النتيجه اللي مبهره كما كتشوفوا معايا، كيجيو مفشفشين وخفين بزاف، خفيفين بزاف ولذاذين. فشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير. فبالنسبه للعجينه غنحتاجوا واحد 300 غرام ديال الدقيق، الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. عندي هنايا ملعقه ممسوحه ديال الملحه، ومعلقه يعني نفس الشيء بالنسبه للسكر. عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه كبيره ديال زيت العود، شويه ديال الزعتر للتنسيم، وعندي كاس عنبه ديال الحليب دافي. هذاك الكاس ديال الحليب هو اللي غادي نجمعوا به العجينه ديالنا. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. فغناخذوا شي اناء هكا فين غادي نعجنوا. غادي نصفيو داك الدقيق، غنغربلوه عفوا. غادي نديرو فيه واحد الحفيره هكا باش نخليو فيه ديك الخميره تفاعل مع الزبده مع الملحه ومع السكر. كما شفتوا معايا السكر والملحه. الخميره ديال العجينه في الا ما كانتش، الا كانت عندكم الاخرى حتى هي راه مزيانه، ديك المعجنه حتى هي مزيانه. وعندي هنايا الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه كبيره ديال الزيت. الزبده من الاحسن تكون بحراره المطبخ، الا ما كانتش خليوها واحد شويه. فاش غادي تخليوها تتفاعل مع الحليب دافي غادي تذوب شي شويه، وغتولي بحال هكا ساهله. كما شفتوا درت شويه ديال الحليب باش نخليهم يتفاعلوا شويه، وعاده باش غادي نرجع باش نعجن العجينه ديالي. ضفت هذاك الزعتر وغادي نبدا نضيف الحليب شويه بشويه وانا كنجمع. راه ما غادي تدلكوها ما حتى شي حاجه، غادي فقط تجمعوها بداك الحليب صافي، وغادي تخليوها تخمر واحد نص ساعه بحال هكاك حتى الساعه الا ربع على حسب نتوما الوقت اللي متوفر عندكم. غندوزو دابا للحشوه. غادي نحتاجو هكا البصل مقطع قطع صغيره، والفلفله حمراء حتى هي. عندي هنا واحد الكميه ديال الكفته. وبالنسبه للبهارات عندي معلقه صغيره من سكنجبير، خرقوم، تحميره، وعندي شويه ديال توابل الدجاج، ثوم بودره، والملح حسب الذوق. اول حاجه غادي نشحروا البصله حتى تدبل، وعاد باش غنضيفوا عليها الفلفله. نخليهم شي شويه نشحروهم مع الثومه كذلك، نخليهم شي شويه كيتصوطاو عاد باش نضيفوا الكفته. بالنسبه للكفته يعني كالعاده تقدروا تعوضوها بهكا بصدر الدجاج مقطع قطع صغيره. وغنضيفوا التوابل ديالنا صافي، وكنحاولوا هكا نفرتوا ديك الكفته مع الحشوه، وغنغطيو عليها ونخليوها. كما شفتوا راه ضفت واحد شويه ديال الربيع، غنغطيو عليها ونخليوها كتشحر شي شويه عاد باش نرجعوا لها من بعد. دابا غادي ندوزو من بعد ما خمرات لينا العجينه، غندوزو ندلكوها هكا على سطح العمل بحال هكا. كندردرو شويه ديال الدقيق. العجينه ديالي هي هذه، فغير خليتها ارتاحت شويه، راه كتجي خفيفه وكتدلك ليكم بكل سهوله. كنطلقوها حتى كنحصلوا على واحد الطبقه تكون شويه رقيقه. غادي تشوفوا معايا غتشوفوا معايا كيفاش في الاخر، يعني كندلكوها حتى كتولي رقيقه. هنا انا هذه القطعه اللي غادي نستعمل بحال هكا. الا ما كانت عندكم القطعات تقدروا تستعملوا هكا شي كاس اولا شي زلافه كبيره. من الاحسن ما تكونش صغيره بزاف. بالنسبه لهاد الحجم هذا راه كافي. فكنحيدوا دوك البقايا وكنوضعوهم على جانب حتى كنساليو من هاد الكميه اللي عندنا عاد باش نعاودو ندلكو ديك البقايا اللي بقاو لينا. كما شفتوا هي الحشوه حطيتها على جانب، خليتها شويه تبرد
عندي هنايا الجبن المفروم اولا فرماج احمر اللي كيبقى اختياري. وغادي نبدا دابا على بركه الله نبدا نعمرو في لي شوسون ديالنا. فكما شفتوا معايا ديك القطعه اللي خديت راه باقي غندلكها شي شويه بشكل طولي باش تعطيني هكا شكل طولي شي شويه. صافي ودابا غناخذوا معلقه صغيره ونعمروا بها الحشوه ونوضعوها في المنتصف بحال هكا، ماشي في المنتصف انما في الجنب. نحاولوا نخليو دوك الجنيبات خاويين بحكم اننا غادي نطويوها. نديروا واحد شويه ديال الفرماج احمر من الفوق. صافي ما تعمروهاش بزاف باش هكا تسد ليكم، وكنطويوها راه كتطوى لكم بسهوله. وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. كنحاولوا اننا نلاقيو الجناب مع الجناب هكا بصبع يدينا عاد باش كنثبتوهم هكا بشي فرشيطه. حاولوا انكم تثبتوهم مزيان بحكم انهم راه كينتفخوا في الفران ويقدروا يتحلوا لكم الا ما كانوش مسدودين مزيان راه كيتحلوا. كما شفتوا انا هنا راه كنعاود باش هكا ما نخلي حتى شي فجوه، وكنحصلوا على هذا الشكل هذا اللي كيجي راقي وزوين. صافي وكنستمروا بنفس الطريقه. انا غنشارك معكم عده قطع باش هكا تحفظوا الطريقه. فرا بالنسبه للحشوه راه كاين بزاف ديال الحشوات اللي تقدروا تعمروا بهم لي شوسو، ماشي غير الكفته. تقدروا ديروا واحد الحشوه اللي ما كطبش كاع بحال هكا، تصايبوا حشوه بالطون والخس والفرماج احمر والزيتون كحل الذره، يعني هاد العناصر كاملين تخلطوهم كيوليو بحال شلاضه وكتعمروا بهم لي شوسو، راه كيجيو زوينين بزاف. صافي وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو لي شوسون ديالنا كاملين. فراه هاد الوصفه هادي راه ما غاديش تشد لكم نهائيا اليد وما غاديش تشد لكم الوقت بزاف، كلشي فيها ساهل. حتى الطياب ديالها دغيا كطيب في الفران واحد 10 ل 15 دقيقه كتلقاوها طابت على حساب نتوما الفران ديالكم. كما شفتوا معايا راه شي حاجه اللي سهله وكتليق هكا في رمضان ما كتشدش اليد نهائيا. صافي هنا من بعد ما عمرت الطاوه ديالي باقي ما كملتش الكميه، ولكن هنا غادي نوضع هاد اللاطه الاولى في الفران. غادي ندهنوها باصفر البيضه، والا كنتو هكا خايفينها تطرطق لكم في الفران تقبوها شويه بالفرشيطه من الفوق. انا هنا غنخليهم هكا بحكم انني سديتهم مزيان، وكذلك ما عمرتهمش بزاف يعني فوق القياس. صافي الفران كنكونوا شعلنا عليه من الفوق ومن التحت وتبقاو طلعوا عليهم راه دغيا كيطيبوا باش هكا ما تغفلوش عليهم. كنزينوهم هكا من الفوق بالجنجلان اولا اي حاجه بغيتوها، وتقدروا كذلك تخليوهم هكاك بلا ما تزينوهم. فهنا انا ديجا سخنت الفران غادي ندخلهم، ما غاديش يشدوا ليا بزاف ديال الوقت، دغيا غادي نخرج اللاطه. نحصلوا على هذا الشكل هذا اللي كيجي كيشهي. كما شفتوا معايا كيجيو محمرين وكيشهيو زوينين بزاف، عرفتي كيجيو مفشفشين ورطبين بزاف يعني العجينه كتجي رطبه بزاف وكتذوب في الفم، وكذلك الحشوه كتجي فيها اكثر من لذيذه. كنتمنى انكم تجربوهم راه ساهلين بزاف. وكنحصلوا على واحد القطع اللي لا باس بها. انا هنا راه ما عطاتنيش غير هاد التبصير هذا، كاين واحد التبصير اخر
هنا فقط كان باقي في الفران. في الكميه اللي شاركت معكم ديال العجينه راه كتعطيكم كميه لا باس بها. كنتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا. هنا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا معايا العجينه كيفاش مفشفشه وهشيشه. داك الفخوماج حتى هو من الداخل كيجي هكا كيتجبد، كيجي زوين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكون خفيفه على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معنا من خلال هذا الفيديو. فما تبخلوش علينا هكا بلي لايك، وكذلك تخليو لينا دي كومونتير اسفل الفيديو باش تشجعونا، واللي باقي ما تابوناش في القناه يتابونوا باش يوصلكم كاع الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.